من وقت ما كنت صغير كان في عنا جار غريب وهو كبير بالعمر، ولما تشوفه ما بتحس حالك ابدا مرتاح له. وبعد الدوام كان الجو كثير حار، فكنت انا وصاحبي نجلس على مدخل العماره ونحن عم نحاول نتهوى لانه كانت بارده، بس نحن ما لحقنا شوي لنرتاح ومنلاقيه فتح باب شقته ببطء وهو عم يطالع فينا. وحتى مع انه نحن تجاهلناه شوي عشان البروده اللي بالعماره، بس اخر شيء نحن بعدنا انه ما بدنا اي مشاكل. وحتى وقت نحن نكون طالعين بالليل ونجلس بس شوي لنرتاح على طرف باب البنايه، بنلاقيه واقف والضوء جاي من وراه ومو مبين شي منه، وبس هيك عم يطالع فينا بشكل مخيف. فنحن اكيد حاولنا نتفادى، بس يوم كنت ماشي بعد المدرسه لوحدي لقيته عم يحاول يحمل اشياء واضحه عليه انه عم يعاني، فانا مباشره ساعدته ونقلت الاغراض لعند باب بيته، ولاحظت انه الاغراض كانت اشياء لحدائق وحتى زرع. بس الشيء الغريب انه ضل يطالع فيني، ما حكاني ولا عبرني، بس هيك ضل يطالع بشكل مخيف. وبعدين لما ارجع على البيت بلاقي ابي وهو معصب عم يناديني: اديب تعال لهون. قال لي: يا ابي في شيء؟ انت وين كنت؟ كنت عم اساعد جاري. لا تكذب علي. انا ما عم اكذب. بتعرف انه اجاني اتصال من جارنا انه شافك كنت عم تعاكس بنات. ها؟ المشكلة أكبر إني أنا تعاقبت على شيء ما عملته، يعني لو فعلا كنت معاكس بنات كان نص مصيبة. وأنا رح كمل لكم القصة بنهاية الفيديو كالعادة يعني، وأنا ما بحتاج أقول للشباب اللي عم تتابعني إنه أكيد معاكسة البنات هي شيء كتير غلط، إلا إذا كانت حياتك معتمدة على هالشيء. أختي بوس إيدك ساعديني، أنا رح أروح فيها، بس اسحبيني. ما في حدا تاني يساعدك؟ أنا اللي معلق بهذا الشكل ل10 ساعات، أنت أول شخص بيبقى من جنبي. بوس إيدك ساعديني وارفعيني. طب ليش هيك أنت تقيل؟ أنت حطي الشتاية تبعك على الأرض وارفعيني بإيديكي. ما بقدر، لسه جايبتها من يومين، ما بدي اياها تتوسخ. انا ما بيهمني شتاتك الغبية لحمود. ما بتهمك؟ ما بتهمك؟ ليش عم تشيلي ايدك؟ لك لا بوس ايدك، والله شتاتك حلوة ولا بقى على وعيكي. لا تفلت ايدي. لا حاسس حالي شطحت شوي. المهم جاري هداك اللي حكيت عنه اول شيء انا حرفيا بعرفه من وقت ما كنت صغير، فهو مو شخص جديد علي، على عكس جيراني بمصر. لما جيت على مصر وانتقلت للشقه تبعي، اول انطباع عندي لجيراني كان غريب. انا اخي كنا جالسين على مدخل العماره بس عم نتكلم، بعدين لقينا واحد طالع علينا وهو معصب ومعه مضرب وبدا يركض باتجاهنا، وانا واخي صرخنا ومباشره دخلنا بوضعيه الدفاع عن النفس. وهذا الشخص تعدانا ولقيناه عم يلاحق الكلاب اللي كانوا على سيارته، فلما خلص وجانا كان قاعد عم يضحك ويقول: ده انا مش قاصد اني اخوفكم والله، بس ببعد الكلاب دول عن العربية. وقعد يشرح لنا كيف انه عم يلاحظ يوم بعد يوم سقف عربيته قاعد عم يصير منخفض اكثر واكثر، والظاهر انه كان في كلب سمين نايم فوق سيارته. بعدين نفس هذا الشخص طلع هو جاري اللي تحتي. وتاني يوم لما انا كنت قاعد عم اتامل جمال البلد من البلكونه، لقيت انه في دخنه سوداء قاعده عم تطلع من الشقه اللي تحتي، فانا مباشره رحت ادق على الباب بسرعه حتى اتاكد انه في حدا جوا. قام بيطلع لي نفسه الشخص، فانا حذرته انه هو في شيء قاعد عم يحترق عنده، وهو قال لي: عادي، الدخنه السوداء هي طالعه من الكشري اللي عم تطبخه مراته. وعلى مدار الاشهر القادمه كل عطله نهايه اسبوع بلاحظ انه في دخنه سوداء قاعده عم تطلع من الشقه وبتجاهلها. بس الشيء اللي ما رح اتحمله هو انه حرفيا طول الوقت بيطرطوا وبيطلعوا اصوات مزعجه من عندهم وما بنحكي شيء. بس يوم انا واخي تضاربنا مع بعض طلع جاري لعنا وبهدلنا انه نحن صحينا من نومه. هلا طبعا وقفنا انا واخي مضاربه مشان ما نزعجهم، بس كل مره بصحى على اصوات ازعاجهم بصير انا نفسي بس انزل لعندهم عوي عليهم لنص ساعه وارجع اطلع، بس الكسل اقوى مني فما بعمل اي شيء وبضل منسدح. وابي بيكره كثير هالعاده فيني، بس هو ما بيسال نفسه من وين اجتني هالعاده، لانه هو كان يشغلني انا واخي بالمزرعه لحد ما نموت من التعب، بس لما انا اعمل نفسي نايم لوقت متاخر ما بيصحيني لساعده، فبوم صرت كسول. وبالحديث عن المزرعه سببت بمشكله كبيره انا واخي. زمان كان عندنا بمزرعتنا 3 شجرات جوز طوال، اقصر وحده فيهم كانت بطول عماره من 3 طوابق، ولما كان يصير موسم الجوز فجاه بيرسبن عنا 4 اطنان. فلما نحن رجعنا على بيتنا اللي بالمدينه، ابي جاب معه تقريبا 1000 كيلو ورماهم بالحوش غالبا مشان نعمل منهم حلويات وراح. فلما صار الليل انا كالعاده بوقتها كنت بتخرفع على بنت جيراني قبل ما تصير ايمو وتسافر، وكنت بدي الاقي طريقه مشان خليها تنعجب فيني اكثر، لاني كنت لساتي بريء وصغير وقلبي لسه ماله متحطم من معامله الضلع الاعوج. وبينما انا قاعد عم فكر اخي قال لي بكل براءه: تتذكر كيف ابي علمنا انه الكريم بيدخل الجنه؟ خلينا نوزع جوز لكل جيراننا ببلاش. وفكرت اني انا بقدر استغل هذا الشيء مشان اجذب اهتمامها، وصرنا انا واخي بنوزع جوز على كل الجيران ونضيفهم. ولما خلص اعطينا لكل جيراننا صرنا حرفيا بنوزع بالشارع للناس اللي بتمر. بعدين وابي جاي بالطريق بشوف انه في كتير ناس قاعده عم تاكل جوز. غريبه والله، شكلها اسعار الجوز رخصانه هالسنه. ولما يدخل على البيت بيلاقي كل الجوز اللي جابه مختفي. وين راح الجوز؟ اكلته انا واخي. كيف قدرتوا تاكلوا 1000 كيلو؟
بعدين لما ابي يوصل كل النقاط ببعضها مباشرة بيعرف انه نحن عم نكذب وبيسألنا سؤال واحد: وين قشر الجوز اللي اكلتوه؟ وانا واخي مباشرة عملنا كذبة انه نحن رميناه بالحاوية تبع الزبالة، وابي ما بيعرف يرد علينا لانه الحجة كانت كتير مقنعة. بس بعدين بنسمع صوت حدا عم يدق الباب، وابي بيفتح وبيلاقي بنت جيراني، وانا حرفيا ما بمزح معكم. البنت قالت: اهلا عمو، ابي وامي حبوا يشكروكم على ال100 كيلو جوز اللي اهديتوها يا ببلاش، تسلم ايديكم يا رب. سليت كتير مع اديب اليوم ونحن قاعدين عم نوزع جوز على الرايح والجاي. المهم تفضل، هي صحن البطاطا ضيافة من عنا، ممكن يجي اديب ويلعب معانا؟ البنت ما خلت شي فيني الا فضحته، اعطته لابي الاي بي تبعي خاص، صار بيعرف كل شيء. وابي قال له: هلا شوي تاني يا عمو رح فوت واتفاهم معاهم بالاول. ويومها انجلدت جلد انا واخي، ما اكيد طبيعي لانه خسرنا ابي تقريبا $5000، وانا خلص اتربيت ما عاد اعمل ابدا اي شيء من راسي. بس هذا الشيء ما منع اخي يوقعني بمشاكل، واللي بيسال اخي شو عمل، لا ولا شيء، بس سرق فلوس اختي. انا واخي كنا مفلسين بعد ما هو انحرم من المصروف لانه سرق فلوس اختي، وانا تعاقبت معاه مشان العدل والمساواه. فخطر ببالي فكره مشان نحن نجمع فلوس، بما انه العيد قريب بنقدر نبيع عصير تمر هندي وهيك بنجمع فلوس وبنصير اغنياء. ولما اجى العيد وفعلا عملنا هالشي صار يجينا زباين غريبين: كم كاسه العصير يا قلبي؟ 10. اوف ليش 10؟ ما في خصم للبنات الحلوين؟ ايه اكيد في، وينهم؟ انا البنت الحلوه؟ انت تبيع كاسه العصير ب15. المشكلة انه البزنس هذا ما عاش كتير، لانه لما رحت مشان اصرف الفلوس اللي جتني انا واخي رجعت ولقيت اخي قاعد عم يغرق حدا قال له انه اصله بالبرميل تبع العصير، وبسببه خرب البزنس اللي كنا عم نبنيه، لانه هلا البضاعة صارت بالارض. فضلينا انا واخي بحالة الفقر طول العيد كمان. بس الشيء الغريب اني بلاقي اخي قاعد عم يشتري كل شيء بنفسه وبيدفع، وانا اكيد رح اعصب عليه. هذا يعني انه الكلب كان عم يبيع من وراي ويسرق الفلوس لنفسه. بس الشيء الغريب لما فتشته لقيت معاه كثير فلوس، وانا وقتها بلشت خاف، فكرته سارق حدا، والحمد لله قال لي انه هو ما سرق اي حدا بغيابي، هو بس سارق الفلوس تبع اختي. ولما حكى لي كل شيء طلع الموضوع انه $100 اللي انضرب عليها ما كان سارقها، هو بس كان مضيعها بعد ما كان عم يدور على سكاكر بشنطة اختي. ولما ابي واختي جلدوه وراح لينام وهو عم يبكي لقى $100 تحت المخدة تبعه، فبس احتفظ فيها وما خبر حدا. ويومها انا وياه رحنا وعيدنا وانبسطنا بالفلوس اللي هو سارقها. بس اثناء هذا الشيء لقينا نحن جارنا نفسه هداك واقف قاعد عم يبيع غزل بنات جنب شقته. وعلى ذكره انا لحد هلا ما بعرف ليش عمل هالشيء فيني. جاري قال لابي انه شافني وانا عم عاكس بنات، وانا ما عملت شيء ابدا، وابي اكيد ما رح يصدقني ولا يصدق حدا عشوائي بس لانه ساكن قريب منا. ويومها ابي كان معصب كتير، انا كنت خايف، وهو اخذ نفس عميق وقال: اذا بسمع مره تانية انك انت عم تعاكس بنات العالم والناس انا رح غير اسمك القانوني وخلي العالم والناس وبناتهم ينادوك اديب المنقول. لما كنت برا البيت عم ابكي على الظلم اللي تعرضت له لقيته نفسه جاري قاعد عم يطالعني، فانا رحت لعنده وانا معصب. قلت له لابي انه انا قاعد عم اعاكس بنات، انا شو عملت لك حتى تخرب لي حياتي؟ جاوبني يا قطتي. ها انت سرقت لي قطتي. قطة شو اللي سرقت؟ لا تسكر الباب وش، انا لسه ما خلصت حكي معك. واذا بتحبوا تتابعوا فيديوهات اكثر فيكم تتابعوا هذا الفيديو. انا هلا بعد ما خلصت الفيديو استوعبت شو قصده جاري اني انا سرقت له قطته. لحالكم غير فيديوهات. وصلوا الفيديو ل100,000 لايك اذا بتحبوا تعرفوا.